لم يكن سرير سعاد مجرد قطعة أثاث في غرفتها، لقد كان صندوق أسرارها، ملاذها الآمن، وشاهد صامت على كل مراحل حياتها. كان سريرا خشبيا قديما ورثته عن جدتها، بلونه البني الداكن الذي أصبح باهتا مع مرور السنين، وتصدر منه صرير خفيف كلما تحركت عليه، كأنه يهمس لها بأسرار الماضي. في طفولتها كان السرير قارة لاكتشافاتها، كانت تنام فيه وتحلم بأنها تطير فوق الغيوم، وتحت وسادتها تخبئ كل ما هو ثمين بالنسبة لها: قطع الحلوى التي توفرها من مصروفها، ورسوماتها الملونة التي تخاف أن يراها أحد، ودميتها المفضلة التي تحكي لها كل أسرارها. كان السرير شاهدا على ليالي خوفها من الظلام، عندما كانت تتشبث بأطرافه كأنها حبل نجاة، وتنتظر أول خيط من ضوء الشمس ليعيد الأمان إلى الغرفة. عندما دخلت سعاد مرحلة المراهقة، تحول السرير إلى عرش خاص بها، كانت تجلس عليه لساعات طويلة، تتصفح المجلات وتقرأ الروايات الرومانسية التي تأخذها إلى عوالم بعيدة، وتكتب مذكراتها في دفتر صغير تخبئه بعناية تحت المرتبة. في هذا المكان كانت تخوض معاركها الداخلية، وتبكي أول خيبة أمل في الحب، وتفكر في أحلامها الكبيرة للمستقبل. كان السرير يمتص دموعها وضحكاتها في صمت، ويحتفظ بكل لحظة من لحظات نموها وتطورها. كبرت سعاد وتغيرت أدوارها في الحياة، تزوجت وتركت السرير في بيت أهلها، لكنها كانت تزوره في كل مرة تعود فيها إلى بيت طفولتها. كانت تجلس على حافته وتستعيد ذكريات الماضي، وتشعر بحنين غريب يربطها بهذه القطعة الخشبية. في إحدى زياراتها لاحظت أن السرير يبدو حزينا ومهجورا، كأنه يفتقد وجودها. قررت سعاد أن تأخذ السرير إلى بيتها الجديد، رغم اعتراض زوجها على فكرة وجود قطعة أثاث قديمة في منزلها الحديث. في بيتها الجديد وضع السرير في غرفة الضيوف. في البداية لم تكن سعاد تزور كثيرا، لكن عندما رزقت بابنتها الأولى فاطمة عادت سعادتها القديمة مع السرير. كانت تنام مع ابنتها عليه، وتحكي لها القصص التي سمعتها من جدتها، وتخبئ تحت وزادتها رسومات ابنتها الأولى. في إحدى الليالي بينما كانت سعاد تحاول تهدئة فاطمة التي كانت تبكي، همست لها: لا تخافي يا صغيرتي، هذا السرير هو صندوق أسرارنا، وسيحتفظ بكل ذكرياتك الجميلة كما فعل معي. مرت السنوات، وأصبح السرير جزءا لا يتجزأ من عائلة سعاد. عندما كبرت فاطمة كانت تحكي لأمها كيف أن السرير يعطيها شعورا بالدفء والأمان، وكيف أنها تحب صريره الخفيف الذي يجعلها تشعر بأنها ليست وحيدة. في إحدى الأمسيات بينما كانت سعاد تجلس مع ابنتها على السرير، قالت لها فاطمة: أمي، هذا السرير يحمل قصة طويلة، أليس كذلك؟ ابتسمت سعاد وقالت: نعم يا ابنتي، هذا السرير هو قصتي وقصتك، وقصة كل من ينام عليه ويحلم. وفي النهاية أدركت سعاد أن السرير لم يكن مجرد خشب ومسامير، بل كان جسرا يربطها بماضيها وحاضرها ومستقبلها. كان السرير يمثل استمرارية الحياة، والذكريات التي لا تموت، والحب الذي ينتقل من جيل إلى جيل. وعندما أصبحت سعاد جدة، كانت تحكي لحفيدتها عن سريرها السحري، وتزرع في قلبها حبا لهذه القطعة الأثرية التي تحمل في طياتها قصة طويلة عن سعاد والسرير.